السلام عليكم. الدعم ديال السكن راه كاين فيه الجديد، داكشي اللي كنتو تعرفوا. القديم ديال 2024 والقانون ديال 2023 راه تغيرات فيه شحال من حاجه. بزاف ديال الناس غادي يولي عندهم الحق يستافدوا، بزاف ديال الناس عندهم الحق يفكوا داك الراهن راه كتفكوا الدوله، ويمكن لك انت الطالب تفكوا الا بغيتي. نشوفوا الحالات كاملين، كملوا الفيديو على الاخر حتى الاخر، راه مهم ومهم جدا لاي واحد بغى يتعرف على هادشي وبغى يستافد من الدعم ديال السكن. سمعوا مزيان وكملوا الفيديو حتى الاخر. اذا حسب المشروع القانوني المالي ديال 2026 راه كاين جديد في الدعم ديال السكن. هذا الدعم هذا اللي بدا في 2024 والقانون ديالو القديم خرج في 2023. غنشوفوا اولا الشروط القديمه. شنو هما الشروط باش تستافد من هذا الدعم هذا؟ في القانون القديم اللي خرج في 2023 وبدا التطبيق ديالو في 2024 راه كانت اول شرط هو الجنسيه المغربيه، يعني تكون مغربي، سواء انت ساكن في المغرب ولا ساكن على برا، ساكن في اوروبا، امريكا، كندا، عندك الحق تستافد من هذا الدعم. ساكن في المغرب عندك الحق تستافد من هذا الدعم، غير تكون عندك جنسيه مغربيه. ما يكونش سبقتي ولا سبق لك استافدتي من شي دعم ديال السكن، يعني الدعم داك بحال السكن الاقتصادي اللي كان قبل، ولا الدوله عطاتك شي سكن في شي اطار في شي الخدمه ديالك ولا في شي حاجه. اذا اي واحد استافد من شي دعم ديال الدوله راه ما عندوش الحق يستافد مره اخرى. ما تكونش عندك دار او لا شقه بسميتك، يعني ما يكونش عندك شي عقار ولا شي مسكن بسميتك. وما يكونش عندك يعني عقار خاص بالسكن، ماشي بقعه ولا شي عقار اللي خاص بالسكن. وقيته اللي غادي تشري او اللي غادي تستافد من هذا الدعم ما خاصش يكون عندك شي عقار بسميتك. السكن يكون جديد، يعني تكون حتى الشروط في السكن، ماشي غير انت اللي بغيتي تستافد، حتى داك السكن اللي غادي تشريه راه خاصو شروط. شنو هما الشروط؟ تكون اول مره غادي تباع، يعني ماشي تباع شي جوج المرات ولا ثلاثه، اول مره غادي تباع. ثانيا ما تكونش مستعمله، يعني ما فايت تسكن فيها شي حد كما قلت لكم اول مره. ورخصه السكن تكون باديه من واحد يعني من 1 يناير 2023 لهادشي، يعني 2023 2024 2025. اما رخص السكن اللي قبل من 2023 راه ما كيتقبلوش. هذا الشرط الاخر ولا الشرط الخامس هو يكون هذا السكن اللي غادي تشري يكون رئيسي، يعني شاريه باش تسكن فيه، ماشي باش تخبي فيه فلوسك، ماشي باش تستثمر فيه تبدا تكريه، ماشي ديروا للسياحه، لا، يكون سكن رئيسي، كنتي كاري ولا كنتي ساكن مع والديك ولا بتخرج دير المحل ديالك. اذا هنا غادي تستافد من الدعم. مده الالتزام في القانون القديم هي 5 سنين، راه باقيه حتى دابا 5 سنين متواصله، يعني خاصك تسكن في داك السكن، خاصك تسكن فيه 5 سنين، يعني داك المنزل ولا الشقه خاصك تسكن فيها 5 سنين متواصله. الشروط جديده. اذا جا القانون الجديد ديال 2026 كما قلت لكم بتعديلات وتوضيحات جديده غادي تبدا التطبيق ديالها من يناير 2026 الى صدق عليها البرلمان، لان هادشي كامل راه مشروع، هادشي كامل راه غير مشروع، مازال ما كاين والو، يعني غير مشروع، ولكن في الغالب غادي يتصادق عليه. اول شرط هو الملاكين على الشياع، يعني اللي عندهم ملكيه على الشياع، يعني ثلاثه الخوت وارثين شي دار، ثلاثه الاصدقاء شراو شي دار، هذوك وشراو ديك الدار وكتبوها لهم على الشياع، يعني كتبوها بثلاثه بهم وما محددينش كل واحد اش عنده. اذا على الشياع كتسمى، هادو عندهم الحق يستافدوا من الدعم. اذا ثلاثه الخوت وارثين على الشياع مثلا، واحد فيهم بيخرج مثلا يشري دارو ولا الشقه ديالو، فعنده الحق في الدعم. في القانون القديم لا، ما كانش عنده، غير كاينه سميتو مع الشياع حتى هو ما كانش كيستافد من الدعم. تيقولوا ليه لا انت راه عندك السكن ديالك راه ساكن، لا دابا حتى هما عندهم الحق يستافدوا من الدعم. اذا الملكيه على الشياع راه عندهم الحق، ولا المالكين على الشياع عندهم الحق يستافدوا من هذا الدعم هذا، ولكن بشروط حتى هما يلتزموا بالقوانين القديمه وبالشروط القديمه. يعني خاصهم ضروري تلتزم بداكشي القديم اللي هو السكن رئيسي، المده 5 سنين، الدعم، عدم البيع، كذا كلشي خاصو يكونوا دوك الشروط كاينين. دابا غادي نشوفوا ان هذا العقار اللي كتشري ولا هذا السكن ولا الشقه راه تيكون مرهون عند الدوله، لان كتعطيك الدعم ديك 10 المليون. الناس اللي غادي يشريو العقار ديال 30 مليون لتحت راه عندهم الدعم ديال 10 المليون. اللي غادي يشريو العقار ديال 7 ديال فوق من 30 مليون، يعني 31 مليون الفوق حتى 70 مليون عندهم الدعم ديال 7 المليون. اذا كاين الدعم ديال 10 المليون 7 المليون. هذيك الدوله كتعطيك 10 المليون كترهن لك داك السكن ديالك، يعني كترهن عليه، يعني كيولي تيكون بحال ما عندكش الحق التصرف فيه حتى دوز 5 سنين اللي هي المده اللي قلت لكم قبيله. حتى دوز 5 سنين عاد يولي عندك حق التصرف فيه، تترجع لك الملكيه ديالك التامه وتبيعو وتكري دير فيه اللي بغيتي ديك الساعه. اما مادام ما كملش 5 سنين راه الدوله كتبقى الراهن ديالو. الا بغيتي تفك الراهن، يعني كيفاش يتفك الراهن؟ جات في هذا القانون ديال 26 شي حوايج جديده. غادي نشوفوا القانون الجديد، نهضروا بعدا على القانون الجديد، ومن هنا غنذكروا القانون القديم من خلال الجديد. القانون الجديد وضح كيفاش كيدار هذا الرفع الرهن اللي كتحط الدوله على السكن المدعوم. يعني الا بغيتي الراهن راه كتحط الدوله، بغيتي تفك انت الراهن، اولا كيتفك قبل 5 سنين عندك الحق. القانون القديم ما كانش عندك الحق تفكو قبل 5 سنين، دابا لا، كيتفك قبل 5 سنين فقط الى المستفيد رجع مبلغ الدعم كامل للدوله. يعني الدوله انت مثلا شريتي دوزتي عامين
صافي بغيتي توفرات لك الفلوس، بغيتي تبيعو، بغيتي تستمرو، بغيتي كذا، داكشي ما عندكش الحق. بغيتي تكري ما عندكش الحق، بغيتي تبيعو ما عندكش الحق. ولكن دابا انت دوزتي عامين بغيتي تبيعو اولا بغيتي تكري، تدير رفع الرهن. اش كدير؟ كتمشي كدير دوك الفلوس ديال الدعم. مثلا الا عطاتك الدوله 10 مليون، كتمشي الدوله كتعطيها 10 مليون ديالها، صافي كترفع الرهن. كتعطيها 7 المليون كيترفع الرهن. عامين، 3 سنين، 6 شهور، 4 سنين ونص، يعني مازال ما كملتيش المده، عندك الحق. كيتفك من بعد مرور 5 سنين، وهذا حسب القانون القديم. كيتفك من مورا 5 سنين. اذا عندك جوج حالات، اما قبل 5 سنين بطلب منك، اولا من مورا 5 سنين. هنايا القانون كتطبق القانون القديم. من مورا 5 سنين صافي كيترفع الرهن وما كتخلص والو مجانا، وكتجيب الوثائق اللي كتثبت ان هذا السكن هذا كان ديالك وكنتي ساكن فيه رسميا لمده ديال 5 سنين متواصله. كتجيب الوثائق راه غادي نهضر عليهم، هما جايين في زيدوا الفيديو لقدام غادي تعرفوا شنو هما هاد الوثائق هادو. اذا عندك جوج حالات باش تطلب تفك الرهن. كما قلت لكم، الحاله الاولى قبل ما تكمل 5 سنين كتمشي كتدي لهم فلوسهم. ملي كتكمل 5 سنين ما كتعطيهم والو، غير كتجيب الوثائق انك كنتي ساكن فيه. عندك انت تترجع، انت كيتفرض عليك ترجع الفلوس. هنا ماشي انت اللي بغيتي تتفرض عليك ترجع الفلوس، يعني انت مفروض عليك ترجع هاد الفلوس هذا الا بعتي داك السكن قبل 5 سنين. منين كتمشي انت تبيع داك السكن داك 5 سنين كيتبلوكا، تيقول لك لا ما تبيعوه حتى ترد لينا فلوسنا. كيتطرد لهم فلوسهم صافي تتكمل العمليه ديال البيع. الا ما كنتيش ساكن فيه وكنتي غير كاري اولا مهجور. الا كنتي كاري راه حاجه، الا كان مهجور حاجه اخرى. يعني هنايا الدوله كتجي عندك كتقول لك السي محمد، انت هذا المحل هذا عطيته لك باش تسكن فيه، انت مشيتي كريتي ولا سديتي. اذا هنايا الدوله كتقول لك رجع لي فلوسي، الا بغيتي ترجع كما قلت لكم. الا بغيتي انت ترفع الرهن قبل المده القانونيه ل 5 سنين، راه كتمشي كتدي لهم الفلوس. اذا هادو هما الحالات ديال المستفيد خاصو يرجع الفلوس ديال الدعم. الحاله الاولى الا بعتي السكن ديالك قبل 5 سنين. الحاله الثانيه هنا كيتفرض عليك، هنا الا ما كنتيش ساكن فيه كيتفرض عليك ترجع الفلوس. ولا الا بغيتي ترفع الرهن قبل ما تسالي 50، هنا كيتفرض عليك ترجع الفلوس. الوثائق غندوزو دابا الوثائق اللي بقات مطلوبه باش يتفك الرهن. اذا الوثائق راه هما ما تبدلاش الوثائق المطلوبه وبقات كما كانت في القانون ديال 2023. عندك طلب رفع الرهن. اذا الوثيقه الاولى كدير واحد الطلب ديال رفع الرهن. الوثيقه الثانيه نسخه من عقد البيع النهائي. نسخه من البطاقه الوطنيه فيها نفس العنوان ديال السكن، داك العنوان ديال السكن اللي مرهون، يعني داك اللي شديتي عليه الدعم خاص يكون في لاكارت. الا ما عندكش كتجيب واحد الشهاده اداريه كتثبت ان كنتي ساكن هذه المده كامله ولا مده ديال 5 سنين في السكن المعني بالامر، يعني السكن المرهون. اذا خاصك تجيب شي شهاده اداريه كتثبت ان كنتي ساكن فيه، وكتجيب الفاكتورات ولا الايصالات ديال الماء والضوء والخدمات الاجتماعيه، الماء والضوء والتليفون الانترنت ديال فيهم العنوان ديال داك الدار. اذا هادو هما الوثائق نعاودهم بالزربه. طلب ديال رفع الرهن، نسخه من عقد البيع النهائي، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه فيها العنوان ديال السكن المعني بالامر، شهاده اداريه فيها المده اللي سكن فيها المعني بالامر في ذاك العقار، والفاكتورات ديال الماء والضوء والتليفون الويفي، يعني الخدمات الاجتماعيه. غادي نرجعوا دابا. انت كيسقط الدعم وكتحسب الدوله، والدوله كتسحب الدعم ديالها، يعني كتحيدوا لك وكطالبك به. الى البيع الا كتم البيع الا بعتيه قبل 5 سنين، الا ما كنتيش ساكن فيه يعني ما استعملتيش كسكن رئيسي، الا انت بغيتي ترفع الرهن قبل ديك المده ديال 5 سنين، راه كتادي تترجع الفلوس. يعني ان اي تصرف يخالف الهدف من الدعم. شنو الهدف من الدعم؟ هو ان الدوله بتعاونك باش تسكن. كنتي كاري، كنتي ساكن مع والديك، كنتي راهن ولا شي حاجه، الدوله عاونتك بداك الدعم باش تشري المحل ديك تسكن فيه. انت لا، ما درتيش هاد الشيء هذا، اذا الدوله كتفرض عليك ترجع عليها الفلوس. اذا هاد الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. كاين بزاف ديال ما يتقال في هذا الفيديو، ما بغيتش نطول فيه، وصلت دابا 9 دقائق ما بغيتش نطول فيه. الا عندكم اسئله ولا بغيتوا شي معلومات اخرين خليوا لي في التعليقات، نقدر نعاود ندير لكم فيديو اخر باش نزيد نوضحوا الامور في التفاصيل اللي ما مفهوماش. شكرا لكم على المتابعه ولا يوفق الجميع.